الخوت نخليكم مع هذا الفيديو. تخيلوا أن وزير دولة في الجزائر كيتهم المغرب بالسرقة. وشكون هو هذا الوزير؟ هو وزير اتصال عندهم في الجزائر. يتهم المغرب بسرقة كأس إفريقيا، مع العلم أن المغرب لحد الآن لم يفز بالكأس. كذلك اتهم المغرب بأنه لم يستقبل منتخبهم أحسن استقبال، مع العلم كذلك أن المغرب وفر لمنتخب الجزائر بالضبط حاله حال بقية المنتخبات أحسن استقبال في تاريخ كأس إفريقيا. لحد الآن العقل لا يستوعب شيء. أكبر رجل أو مسؤول كبير في دولة بحجم الجزائر عقليته بهذه الطريقة، فما بالكم بشعبه؟ في الأخير الله يهديهم بكل يبدو أمانة. أن اللصوصية وصلت حتى إلى محاولة السطو على بطولات، ونحن نتابع كما تابع العالم بكل أسف هذا الذي جرى ويجري. وبالمناسبة نحن نظل داعمين مساندين لنخبتنا الوطنية، فريقنا الوطني بكل ما نملك، ومشجعين له. ونحن يعني نتابع وندرك أنه يتحضر ويتجهز لأهم البطولات على الإطلاق في العالم، وهي كأس العالم التي ستجري بعد أشهر، والتي نظن أنها ستجري في ظل منافسة شريفة نزيهة، عكس الذي تابعه كل العالم هذه الأيام، والذي من ممارسات خسيسة مدانة أساءت لهذه البطولة ولأفريقيا وللأفارقة وللقيم الرياضية والمثل التي يتقاسمها العالم جميعا.